السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. هنعمل الرز البسمتي بالخضار بالبسلة والجزر، طريقة بسيطة جدا وسهلة. هنعمله كله في حلة واحدة، أكلة جميلة وسريعة زي ما انتوا شايفينه كده. حلة على النار سخنتها كويس، حطيت معلقتين من السمنة ومعلقتين من الزيت. الزيت بيفلفل الرز والسمنة بتديها طعم حلو. اول ما تسيح بقى معايا تفك معايا، هنزل ببصلاية متوسطة مقطعينها مكعبات صغيرة. اول ما ساحت معايا بالشكل ده، هنزل ببصلاية متوسطة هشوحها كويس. انا مش عايزاها تدي لون، بس انها تدبل معايا زي ما انتوا شايفينها كده. هقلبها كويس لحد ما تدبل معايا بقى. ليمون لومي واحدة، وثلاث حبات من الحبهان، وثلاثة من ورق اللورة. نزلتهم كده على البصلة، ومعلقة صغيرة من الكركم، ومعلقة كبيرة من بهارات الكبسة. هقلبهم كلهم مع بعض لحد بقى ما نشم الروائح الحلوة بتاعت التوابل. تمام بالشكل ده. وبعد كده نزلت بالبسلة والجزر، وهشوحهم كلهم مع بعض، البصل مع التوابل مع البسلة والجزر. تمام زي ما انتوا شايفين كده. وبعد كده كوبايتين من الرز البسمتي، غسلتهم ونزلتهم على الرز والبسلة والجزر، وشوحتهم كويس. يتشوح الرز، ياخدوا من طعم التوابل والخضار. لكل كوباية رز بسمتي كوبايتين من المية السخنة. دول كوبايتين رز عليهم 4 كوبايات من المية المغلية. نزلت بالملح، معلقة كبيرة من الملح، وقلبت كله مع بعض. وبعد ما نزلت بقى بالمية المغلية 4 كوبايات، قلبتهم كويس. كان عندي جزراية بشرتها ونزلتها عليها، وهقلبهم بقى كلهم مع بعض. وبعد كده لحد ما المية تتشرب، وبعد كده ههدي النار عليها لحد ما الرز يستوي. لما استوى معايا بقى بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. أكلة سريعة ما خدتش وقت كتير. بتمنى الفيديو يكون عجبكم. لو عجبكم ما تنسوش اللايك والاشتراك في القناة وتفعيل الجرس عشان يوصل لكم كل جديد. وبقى بالجمال اللي انتوا شايفينه ده، ونكتر البسلة والجزر عشان يبقوا باينين كده في الرز. وجبة جميلة وسهلة. الرز البسمتي بالخضار بالبسلة والجزر. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.